ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده انا عارف ان كلكم مستنيينه وفي تفاصيل كتير جدا جدا لازم اوضحها لكم، وهحكي لكم كل حاجه في الفيديو دوت من اولها لاخرها بما يرضي الله بكل صراحه باللي ليا واللي عليا. بس قبل اي حاجه انا بعتذر لكم ان انا قلت لكم ان هو فلوج الولاده، ولكن انا ما كنتش قاصد ان انا اخدعكم انتم، انا كنت قاصد ان انا اخدع الاستاذ اللي بره علشان ابين لكم قد ايه هو انسان نرجسي من الدرجه الاولى، وانسان كله غل وكله حقد. قد ايه هو مصمم ان هو يأذينا، قد ايه مصمم ان هو يجرحنا، قد ايه مصمم ان هو يتعب نفسيتنا. شفتم طبعا كلكم اسلوبه عامل ازاي. طبعا اهانه في الاء، مع ان الاء ما اتكلمتش ولا طلعت عمرها ردت عليه بكلمه ولا بحرف، وانا عمري ما هسمح بكده ابدا، لان انا افهم في الاصول كويس جدا. قد ايه هو غلط في نسايبي واهانهم بطريقه فظيعه جدا، قد ايه غلط في حمايه الراجل الكبير وقال عليه اجرب وعواطلي وقال عليه كلام يعني بجد بجد ما حدش في الدنيا يقدر يستحمله على نفسه. ايا كان حضرتك ولا حضرتك اللي بتتفرج عليا، ما تقبليش ان اخو جوزك يتكلم عليكي بالالفاظ ديت ويتكلم عليكي بالاسلوب دوت. قبل اي كلام كده مفيش اي مبرر لكل التصرفات اللي هو بيعملها ديت، فانا هحكي لكم كل التفاصيل، والاء حامل ولا مش حامل، والاء ولدت ولا ما ولدتش، لا مونتاج مأخرني ولا الكلام ده كله. بس انا كنت قاصد ان انا ما انزلش الفيديو دوت الا لما يجي حمايه وتيجي حماتي، واعتذر لهم قدام الدنيا كلها، اعتذر لهم على كل الاهانه اللي تعرضوا لها ديت، لان ما ينفعش لا ديننا ولا شرعنا ولا تقاليدنا بتسمح بكده. وهو الغرور والعظمه والكبر خده، غلط فيه باقذر الالفاظ. ان واحده تشوف ابوها بيتهان بالمنظر دوت ولا امها بتتهان بالمنظر دوت، فده ما يرضيش اي حد ولا اي حد يقدر يستحمله على نفسه. فده كان سبب تاخير الفيديو دوت. انا ولا في مونتاج مأخرني ولا في اي حاجه، انا مش بمنتج فيلم سينمائي. انا كل اللي انا كنت بعمله الفتره اللي فاتت دي كلها كنت بحاول ان انا اوريكم قد ايه هو انسان غلاوي وانسان صعب التعامل معاه. انسان يعني انتوا اللي انتوا شفتوه ده كله على العام، فما بالكم في الخاص. طبعا انتوا كلكم شفتوا التصرفات اللي فاتت دي كلها من بدايه ما هو نزل اول منتدى وتاني منتدى وتالت منتدى. فعشان ما اطولش عليكم الفيديو خليني ادخل لكم في التفاصيل اللي انتوا عايزين تسمعوها، عايزين تعرفوها، واللي انتوا ما تعرفوهاش، والحلقه المفقوده في الجزء دوت. وكل حاجه هوريها لكم انا معايا الدليل عليها وما يقدرش يكذبني. ولو هو عايز يكذبني ولا عايز يطلع يتكلم تاني، مفيش غير حاجه واحده بس يقدر يكذبني: المكالمه اللي اتسربت اللي كانت بيني وبين حسن، اللي فيها كل التفاصيل، فيها اللي ليا واللي عليا وكل اللي انا هحكيه لكم النهارده. ولو انا كدبت في حرف واحد يطلع وينشر لي المكالمه، وانا بديله التصريح قدامكم كلكم انه ينشر المكالمه من اولها لاخرها. وانا متاكد ان هو مش هينشرها، لان المكالمه فيها حاجات كتير تخصهم، فيها حاجات كتير بتبين الفيديوهات المتفبركه بتاعته. فبدون دخول في تفاصيل، انا ماليش دعوه هو شغال ازاي، انا ماليش دعوه هو بيعمل ايه، انا هتكلم في النقط اللي تخصني انا. احنا اول ما سافرنا من مصر وجينا وقعدنا واستقرينا هنا، كان هو على تواصل باستمرار معايا، وكان بيكلمني وكان بينصحني زي ما هو قال لكم قبل كده ان فيديو السفر هو اللي منتجه لي. وده فعلا حقيقي، هو اللي منتج لي الفيديو وهو اللي حاطط لي عليه مزيكا، لان في التوقيت دوت انا كنت تعبان جدا وكنت مشغول بآلاء وبنفسيتها وبعلاجها، فكتر خيره انا ما بنكرش اي فضل. ولكن في الفتره دي كان هو بيقدم لي النصيحه وكان بيكلمني، وانا كنت شايفه اخ كبير. فجه في مره يا جماعه قال لي: يا محمد خلي بالك الشغل عندك هيبقى صعب جدا، لان انت وآلاء لوحدكم والمواضيع هتبقى صعبه جدا. فقال لي: اول ما هتقلع آلاء الكمامه وهتنهي الموضوع وهتنهي القصه ديت، لازم أن تكون شايف موضوع بديل علشان خاطر تدخل فيه. انا طبعا باخد منه الكلام وباخد منه النصيحه بما انه اخويا الكبير، وده كان غلط طبعا. انا مش مبرر للي انا هحكيه لكم دلوقتي ولا مبرر على الغلطه اللي انا غلطتها، ولكن انا بشرح لكم الموضوع جه ازاي وليه هو متاكد قوي كده ان آلاء مش حامل. انا بعرفكم ليه هو عمال بيحلف بالله العظيم والله لو حامل همسح وهقطع وهعمل. سبب اصراره وسبب ثقته ديت ان هو اصلا صاحب الفكره، وهو اللي اقترح عليا الفكره ديت. والكلام اللي انا بقوله لكم ده كله في المكالمه اللي كانت اتسربت لي، وانا لما كنت برد على حسن وبقول له ان انا ممكن اتصرف زي ما دقرني وزي ما عملني، ده كان صوتي فعلا. انا كنت بضرب له مثال، انا كنت بقول لحسن يعني هو يقول لي على الفكره ويجي بعد كده يعمل فيا اللي بيعمله دوت قدام الناس، هل ده يرضي ربنا؟ يعني ده انا حتى يا جدع لو انا فعلا كذبت وانا عملت، انت المفروض واجب عليك ان انت تستر عليا. ده انت دلوقتي لو انت بتتاجر في حاجه وحشه وانا مثلا اخوك، مش هروح ابلغ عنك في الاسم، المفروض ان انا اولى ان انا استر عليك، ولو انت اتمسكت اقوم لك محامي كمان. فانا بقيت في ذهول وبجد بقيت في صدمه كبيره جدا من كل اللي بيحصل ده. فسمعت كلامه يا جماعه
وعملت القصه ودخلت فيها، وجينا بعدها بفتره راحت قلق حملت بجد، فما بقيناش عارفين نقفل الموضوع. انا مش عارف هقول للناس ازاي ان انت سقطتي وكمان 3 4 شهور بطنك هتبتدي تكبر. الناس هتفكر ان احنا كدبنا عليهم في موضوع السقط. الناس بقى مش هتفهم القصه ان احنا الاول ده ما كانش حمل والتاني هو اللي حمل. فقلت لها دلوقتي احنا لازم نكمل في الموضوع دوت، ومش هنعلن عن اي تواريخ للحمل، مش هنقول انت في الشهر الكام، ربنا يكرم كده ومحدش يحس بيهم، هي بس الناس هتاخد بالها ايه ان انت اتاخرت شويه على ما تولدي. وده اللي حصل بالفعل وكملنا. انا عايز اقول لكم مره واحده انا لقيته اعلن عليا الحرب 3 منتديات، شهرين كاملين نازل عليا ستوريهات وتلقيحات وفيديو على اليوتيوب وبعد جابهم ان انت تهين اخوك وتجرح كرامته وخصوصيته بان انت تاخد فيديو. يعني انا كنت في غضب ان انت تاخد فيديو زي دوت وتسربه وعايز توري الدنيا كلها ولا وهي بتتضرب بالمنظر دوت. يعني انت ما احترمتش اي خصوصيه لاخوك خالص، ده انت عملت اللي الغريب ما يقدرش يعمله. الغريب نفسه والله يستحي يعمل اللي انت عملته. انت بجد مشكلتك في نفسك، والله العظيم مشكلتك فيك انت، بغض النظر عن كل ده انتوا كلكم عارفينه، مش محتاج ان انا احكي تاني عشان اخش في المهم. اعلن عليا الحرب ان انا هنهيك، يعني هنهيك يا محمد، وبدا ان هو يحاربني في حاجات كتير وفي تفاصيل كتير، حتى مش لدرجه موضوع الحمل بس، ده هو كمان مبلغ عليا في الدائره الاقتصاديه ان انا شغال من غير ترخيص، ورحت واتصرفت في فلوس ورحت ان انا اعمل الرخصه، ممنوع ان انا اصور واشتغل بدون ترخيص، اجبرني ان انا ازنق نفسي واروح واجري اعمل الترخيص. عشان كده لما صورت لكم الفيديو وبقيت عمال اقول لكم الحمد لله الحمد لله، انا كنت بوصل له رساله ان احنا خلاص الحمد لله بقى معانا رقم رخصه ومرخصين من غير اي قيود ومن غير اي حاجه، الحمد لله بقى معانا رخصه رسميه، وان انا صباعي مش تحت ضرسك وان انت مش هتعرف تاذيني. ولكن انا بيني وبين نفسي لما بقعد انا حزين جدا، انا حزين جدا ان ده مش واحد غريب. انا لو واحد غريب اللي بيعمل معايا كده مش هيفرق معايا، لكن المصيبه لما بيحصل معاك المواقف دي كلها من اقرب الناس ليك. كملنا في الموضوع يا جماعه. عايز اقول لك احنا بقينا محطوطين تحت ضغط نفسي ربنا ما يكتبها على حد. لو كل اللي بيتفرج عليا دلوقتي حط نفسه مكاني او مكان الاء، مع كل الاهانات اللي اتعرضت لالاء ديت ولاهلها، مع كل الاهانات اللي انا اتعرضت لها، انا نفسي ما سلمتش. راح جاي حسن اتصل بيا في يوم وكلمني في المكالمه اللي هي اتسربت لكم انتوا بقى ونزل لكم منها جزء صغير قد كده، وراح ايه حاطط الباقي مدكنه في جيبه. المهم حسن بيكلمني بيقول لي يا محمد احنا عايزين نحل الموضوع دوت، عايزين نحل المشكله ديت، احنا كده هيبقى شكلنا وحش قدام الناس. قلت له والله يا حسن انا يعلم ربنا بيا، انا اتمنى ان انا اغمض عيني وافتح الاقي الموضوع ده اتحل، لان انا اكتر واحد محطوط في ضغط. انا يعلم ربنا بيا انا ما بنامش بالليل. فقال لي يا محمد بس عايز اسالك سؤال، هي الاء حامل ولا مش حامل؟ قلت له يا حسن اكلمك بصراحه افتح لك قلبي. قال لي ماشي. كل الكلام اللي انا بحكيه لكم دوت لو انا كداب في حرف واحد ينشر المكالمه من اولها لاخرها بتاع حوالي نص ساعه، والمكالمه متسجله معايا وكنت نزلت لكم منها جزء بس دخلت حذفته عشان عرفت ان هو بيحاول يأذيني وبيبلغ عني. فانا مش هعرض اي صوت عندي، ولكن هو لو غير في المكالمه حاجه هضطر ان انا انزلها لكم واللي يحصل يحصل. فانا بديله اذن قدامكم كلكم ان هو ينشر المكالمه وما عنديش اي اعتراض على التسجيل. قمت انا راضي على الحسن قلت له انت مش واخد بالك هو حمدي ليه بيتكلم بثقه كده ومتاكد قوي عمال يقول لكم والله ما حامل، واقطع دراعي من هنا واقطع دراعي من هنا لو طلعت حامل، ده انا لو طلعت حامل هروح وهبوس على دماغ محمد وعلى ايد محمد. قلت له والله العظيم الفكره فكرته وهو اللي قايل لي اعملها. ليه هو بعد ما خلاني اعملها جاي قدام الناس كلها كده وعمال يقول ان انا كذاب وانا يعلم ربنا دي الغلطه الوحيده اللي غلطتها في حياتي. وانا عايز اقول لكم على حاجه، لو رجع بيا الزمن تاني على قد ما انا ندمان اعملها تاني، لان هي كشفت لي كل اللي حواليا. فحتى في المكالمه ديت كنت انا بقول لحسن لا يا حسن الاء مش حامل، بس الاء حامل جديد مش حامل في التوقيت اللي انا اعلنت فيه، فهي حامل جديد. فراح واخد جزء من المكالمه. تاني يوم ببص الاقي جزء من المكالمه نازل اللي انتوا سمعتوه ده كله. فانا كتبت له عندي على الانستجرام قلت له طب ما تكمل المكالمه ولا اكملها لك انا؟ راح رادد عليا بعدها وقايل اصل انت لما انا كشفتك قمت انت خليتها تحمل مخصوص عشان ما تتفضحش. هو خد الكلمتين اللي انا قلتهم لحسن اللي انا قلت له ان مراتي حملت في وقت جديد، راح واخدهم وراح ايه لما اقولهم فكر ان انا بتكلم عن النقطه ديت. انا ما بتكلمش عن النقطه دي في المكالمه خالص، انا بتكلم على نقطه ان الفكره فكرتك وانت اللي قايل لي. وفي المكالمه ديت انا ذاكر له الموضوع بتاعه بتاع بنته اللي هو كان بيقول عليها معاقه، ولو هو عايز يكذبني في كلمه من اللي انا قلتها ينشر المكالمه ديت عشان انا عارف انا بقول لكم ايه بالظبط، واثق من كلامي، وانا غلطت غلطه ومعترف بيها وندمان عليها، بس فعلا علمتني كتير من ترتيب ربنا سبحانه وتعالى ان خلاني ادخل الموضوع دوت، وان خلى الاء تحمل بعدها علشان ما اعرفش انهي الموضوع الاولاني اللي انا دخلته بالكذب ويحصل اللي حصل ده كله. ولقيت نفسي متورط ان انا لازم اكمل في الموضوع عشان ربنا
ربنا يكشف لي كل اللي حصل دوت. كل اللي حصل ضد الفتره اللي فاتت ديت انتوا ممكن تكونوا بتشوفوه على الكاميرا كده وعلى الشاشات واتحرق دمكم، ما بالكم بقى صاحب القضيه نفسه، ما بالكم بقى البنت اللي اتهانت نفسها هي واهلها، اتقال عليها بتاعت اعمال، واتقال عليها انها خطفاني من خطيبتي، واتقال عليها بلاء، وانا يشهد ربنا عليا وانتم تشهدوا عليا، انا ما طلعش مني غلطه واحده ضده. انا دايما متحفظ جدا على ان هو اخويا. في ناس منكم دلوقتي ممكن تسالني تقول لي طب مش انتوا كنتوا اتصالحتوا؟ ايه اللي حصل تاني؟ ايه اللي جد جديد؟ بصوا يا جماعه، انا كنت قاعد في امان الله في بيتي زي ما انا شفت الفيديو، والله العظيم زيكم، ان هو بيقول يا محمد انا جاي اعتذر لك واصالحك واخده في حضني. انا شفت الفيديو استغربت ازاي يعني وانت لسه امبارح ملقح عليا؟ انا دماغي عملت ايرور، انا مش قادر افهم هو بيفكر ازاي او بينوي على ايه. حتى لدرجه الناس كلها دخلت على الانستجرام وقعدت تقول لي يا محمد خلي بالك، يا محمد امن نفسك لا يكون جاي يأذيك انت وآلاء. انا الانستجرام عندي كان عباره عن خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك. انا بصراحه في التوقيت دوت انا اللي انا توقعته ان هو بيعمل كده علشان خاطر يقلب الكف عليا انا، لان هو كان متعرض لهجوم شديد جدا لدرجه ان هو كان مش قادر يفتح التعليقات. فالمهم انا قمت عامل فيديو وقلت له تيجي وتنور وبيت اخوك مفتوح، بس افتح لي البلوك، افتح لي البلوك علشان خاطر ابعت لك عنوان بيتي، لان انت ما تعرفش عنوان بيتي. انا قلت برضه عشان خاطر لو هو عايز يبين للناس ان انا اللي مش عايز اقبل السلام، الناس كلها تعرف ان هو اصلا عامل لي بلوك، وان هو الحوار اللي عامله ده تمثيليه علشان خاطر ايه؟ يخلي الناس تهاجمني. انت ازاي اخوك جاي لك من اخر الدنيا وانت ما قابلتوش؟ يعني انتوا تخيلوا كده لو كان هو طلع بعدها وقال انا اخويا مش عايز يرد عليا وانا اخويا مش عايز يفتح لي بيته، الناس كلها كانت تبقى ضدي ومش عايز تقبل اعتذاره. فانا اضطريت ان انا اصور فيديو في ساعتها واقول له بيت اخوك مفتوح وافتح لي البلوك. وبالفعل ببص لقيته فعلا ركب الطياره. انا اول ما ركب الطياره وخد التيكت وشفت اللقطه اللي هو عملها ديت انا قلت لا كده جاي فعلا. خدت بعضي والله العظيم والله العظيم انا مش هقول لكم قد ايه انا فرحت برغم كل اللي حصل وبرغم كل اللي انا حكيته لكم ده كله وبرغم كل المعاناه اللي انا قابلتها، بس فرحت قلت احنا لما هنتقابل وهناخد بعض بالحضن خلاص هنتصافى وهنتعاتب وكده كده احنا ملناش غير بعض، احنا اخوات في الاول والاخر. خدت بعضي ودورت عربيتي وطلعت على المطار، فضلت واقف يجي ساعه قدام المطار، سلمت عليه طبعا انتوا شفتوا الكلام ده كله، سلمت عليه وخدته بالحضن وركبنا العربيه يلا بقى نطلع على البيت. مش عايز يجي على البيت. فانا قلت يمكن هو مثلا محرج يواجه آلاء علشان خاطر اللي هو عمله، هو اكيد عارف ان هو مثلا زودها مع آلاء ومع اهلها. فانا حبيت ان انا اشيل الحرج من عليه بان آلاء عامله، وآلاء كانت عامله اكل فعلا وهو صور صوره كده وراح منزلها. فانا قمت جاي على البيت وقعدنا تعاتبنا بقى، انت عملت وانت سويت وانت جبت وانت عملت وتراضينا ومفيش اي مشكله خالص. ركزوا في اللي جاي ده قوي عشان اللي جاي ده مهم، اللي هو بيلعب عليه دلوقتي. بيسالني يا جماعه بيقول لي هي آلاء حامل ولا مش حامل؟ فانا طبعا انا مش مدي اخوانا ومش مدي اي حاجه، فانا بتكلم معاه عادي بقى لان احنا خلاص المفروض ان احنا اتراضينا وتعاتبنا وانت عملت وانا جبت وانت سويت وخلاص بقى النفوس اتصافت والمفروض ان احنا كنا لقمه مع بعض. فقلت له آلاء كانت حمل تاني بعد الحمل اللي انا اعلنت عنه، ولكن ما حصلش نصيب ونزل على طول. ومن ترتيب ربنا برضو ان كان يبقى في التوقيت دوت في حمل عشان خاطر هو يبقى كلامه متناقض. لو انا قاصد والله العظيم لو قاصد اعمل الكلام ده كله انا ما هقدر اعمله. ده كل ده ربنا اللي مرتبه، ان انا يحصل حمل جديد واقول لحسن وبعد كده يوصل له المعلومه وبعد كده هو يتلخبط ويتكلم بالطريقه ديت قدام الناس وبعد كده ما يحصلش نصيب في الحمل. والله العظيم كل ده ترتيب ربنا. المهم خد المعلومه خلاص، اتاكد ان آلاء مش حامل خالص بقى، لا قديم ولا جديد. ما كملش 3-4 ساعات قاعد على الكنبه هنا. في نفس الوقت حجز في الطيران. انا يا دوبك نمت كده لان هو كان جاي الساعه 4 الفجر بالليل. كنت سهران طول الليل ومستنيه لانه كان جاي في وقت متاخر بالليل، كان جاي الفجر كده. فالمهم مشي في نفس اليوم بنفس اللبس ولا غير، خد اللقطه بتاعت الفيديو، خد الصورتين وراح واخد بعضه ومتكل على الله. فانا استغربت، تجاهل آلاء بطريقه غريبه جدا. انا زعلت، يعني انا مش هينفع ان انا اقول له انت زعلت آلاء وغلطت فيها اعتذر لها، لان انا عامل حساب ان هو اخويا الكبير. ينفع انا اقول لاخويا الكبير اعتذر لمراتي؟ انا مستثقلها كبيره مع ان هي لها حق، ولكن الاصول اصول. انا اتحرج ان انا اقول لاخويا الكبير اعتذر لمراتي. المفروض ان هي بتيجي منك انت من باب ان انت تصلح اللي انت عملته. انت كلمه مش هتخسرك حاجه. انت لو قلت ما تزعليش مني والله العظيم ما هتكلفك اي حاجه. فتجاهل آلاء، حتى ما رضيش ان هي خلاها تدخل في الصوره. كلكم فكرتوا ان آلاء ما كانتش موجوده، وكلكم فكرتوا ان انا خافتها، وكلكم فكرتوا ان انا الخط بقى اللي بيعمل الخطه وخاف آلاء عشان خاطر ضحك عليهم في موضوع الحمل. مفيش الكلام ده كله خالص. كل اللي حصل دوت كان ترتيب ربنا. تجاهل آلاء، ولا صوره ولا فيديو ولا اي حاجه. حتى ساعتها انا حسيت بالذنب اتجاه آلاء
واتجاه اهلها ان انا خدت الصوره اللي احنا نزلناها دي وشيرتها عندها على الانستجرام. فبعد ما مشي طبعا انا نفسيتها تعبت جدا، خلاص بقى طلع بطل شعبي قدام الناس، وفي مشكله موجوده، في ناس اتهانت، في ناس انا عمال اكلمهم واقول لهم اوعوا تعملوا اي حاجه، اوعوا تدخلوا، احنا ما بنحبش نطلع الحاجات دي على السوشيال ميديا. فزي ما انا ما بقى انبه عليهم وبقول لهم بعد اذنكم عشان خاطر انا ما حدش يعمل حاجه، زي برضه ما المفروض ان لو لهم حق ما ضيعوش عليهم، لان حقهم، انا لو ضيعت حق ليهم انا اللي هتسال عنه قدام ربنا. فعلشان كده انا قررت ان انا مش هرد على اي حاجه الا لما اجيب هنا اهل الاء واعتذر لهم قدام الدنيا كلها وابوس دماغهم واقول لهم نيابه عن اي حد جرحكم ونيابه عن اي حد زعلكم، انا اللي بقول لكم اسف وانا حقكم عليا. انا لو ما عملتش كده مش هسامح نفسي اليوم الدين قدام ربنا. وده اللي خلى الفيديو ده يتاخر، ان اصلا حمايه معوش باسبور فخد وقت على ما عمل جواز السفر، على ما طلعت التاشيرات طبعا كل ده خد وقت. فانا كنت عمال اتحجج لكم واقول لكم ان انا بمنتج الفيديو وان انا ملخوم وهو ولا فيه ولاده ولا فيه الكلام ده كله. وهل بالعقل وبالمنطق يدخل دماغ بني ادم ان في حد يشتري عيل او ياجر عيل او ياخد عيل من حد؟ يعني انا عملت فيديو بالذكاء الاصطناعي، هل مستوى الناس اللي بتتفرج عليا مش هيقدر يفرق ما بين الواقع والحقيقه والذكاء الاصطناعي؟ انا بس كنت عايز ان هو يشهد على حاله وتشوفوا اسلوبه عامل ازاي، واللي انتوا شفتوه دوت هو جزء صغير على العام. انسان نرجسي من الدرجه الاولى، انسان متكبر، انسان مغرور، انسان ما حدش يعرف يتكلم معاه في اي حاجه، شايف نفسه استغفر الله العظيم يا رب ربنا فوق وهو تحت. بس يا عم الحاج انا دلوقتي راجل عايش مع مراته في حاله، انت مالك ومالي؟ سيبني في حالي عشان خاطر ربنا. اعمل حساب بنتي الصغيره لما تكبر وتقول ده عمي، ده عمي ده اللي بيتكلم على ماما، ده عمي ده اللي بيتكلم على بابا. اقسم بالله العظيم انت اللي انت بتعمله ده قلت لك مره واثنين وثلاثه هتدفع ثمنه غالي جدا. عندك عيال بتتعلم منك، عندك عيالك هتاخدك قدوه، عندك عيال هتطلع تاكل في بعض هيشوفوا انه ده عادي، يعمل افلام على الناس ويقول لهم ان انا عشان خاطر بيكذب وان الكذبه بتاعته ديت تسوق للعيله كلها، ويعلم ربنا ان عمر ما حد عندنا كذب، ويعلم ربنا ان ما حدش عندنا عمل كده. هشهدكم شهاده قدام ربنا، انا اللي طلعت امي وانا اللي سئت للعيله وانا اللي سئت للمجتمع كله وطلعت امي 4 فيديوهات تتكلم عليا وعلى مراتي وعلى نسايبي. انا اللي بقالي شهرين مستلم اخويا كذاب غبي وخبيث، وانتوا ازبل 2 وانتوا مش عارف ايه، وراء كل رجل عظيم امراه، ان هو وراء كل رجل محترم ايه، وحاطط فوق الطيور على اشكالها تقع. منتهى الاستفزاز ومنتهى الاهانه مع البنت اللي والله ما طلعت حرف، ولا انا هسمح ولا انا هقبل بان مراتي تطلع حرف على اخويا، لان انا مالوش خير في اخوه، مالوش خير لا في مراته ولا ليه خير في حد. فانا ازاي هيكون ليا خير في مراتي اللي معايا وانا ماليش خير في اخويا؟ دي بالنسبه للنقط اللي هو عمال يتكلم عليا على الانستجرام. كتابه بس، ما يقدرش ان هو يطلع ويواجهني زي ما بواجهه كده. لو هو فعلا شايف ان انا كذاب يطلع يواجهني ويطلع يطلع لي المكالمه، وانا اديته الاذن قدامكم كلكم ان هو يطلع لي المكالمه ديت ويقول لي لا. لكن انا عارف ان هو دلوقتي هيروح ابص تلاقيه دخل في حوار تاني خالص وماسك حته تانيه وعمال يلقح ويتكلم. انا بوعدكم ان انا مش هرد عليه تاني ولا هعمل له اي اعتبار. هنشتغل بقى على فيديوهاتنا الحلوه اللي انتم متعودين عليها وبتحبوها. بس انا كل اللي بطلبه منكم دلوقتي ان انتم تسامحوني على الغلطه الكبيره اللي انا عملتها ديت. انا عارف انها غلطه ومش مبرر ان انا بقول هو اللي قال لي ولا هو، لا انا غلطت. بس والله العظيم ما كان قصدي ان انا اخدعكم ولا كان قصدي الكلام ده كله. انا كنت قصدي ان انا اعمل فيديوهات حلوه وتبسطكم وتفرحكم، وفي نفس الوقت هو خدعني. هو انا للاسف ان انا مشيت وراه. فبجد حسبنا الله ونعم الوكيل. انا والله العظيم كل اللي حصل معايا ده انا ما هنساه لحد ما شعر ده يبيض. انا عمري ما هنسى اللي حصل دوت، لان اللي حصل ده كسر قلبي وجع قلبي. انا لو جت من واحد صاحبي ولا من واحد غريب هزعل لي يومين 3 وخلاص، او ممكن ما ازعلش خالص وبلوك وخلاص. لكن لما تيجي اخوك الكبير، لا كبيره تقيله، ربنا ما يحط حد فيكم ابدا يا رب فيها، ويخلي لكم اخواتكم ويخلي لكم احبابكم. لو حد من اللي بيتفرج عليا دلوقتي اتحط في اللي انا محطوط فيه ده، والله العظيم ما هيستحمل، ولا اي واحده من اللي بتتفرج عليا دلوقتي هتقدر انها تستحمل ان اخو جوزها يتكلم عليها وهنا بالمنظر ده كله. انا خدت درس، اتعلمت كتير، بقيت اعرف ازاي اتمالك اعصابي. يعني زي ما انتم ما شفتوا في الفتره اللي فاتت دي كلها انا كنت دايما بحاول ان انا اتمالك اعصابي، ان انا ما اغلطش. الحمد لله ما طلعش مني غلطه واحده. لو حد طلع لي غلطه واحده او حرف واحد انا غلطت فيه قصاده تسيء ليا، انا هتأدب باي حاجه انتوا عايزينها. انا الحمد لله كنت دايما محافظ على شكلي قدام اي حد. انا لما كنت بطلع باي حاجه كنت دايما بطلع برد. انا عمري ما طلعت انا بدات. انا هو كان بيجي يقول اي حاجه كنت انا بنزل له بالرد. انا رفعت التليفون واتصلت على امي علشان اراضيها مهما كان ومهما حصل. قلت لها خلاص احنا اتراضينا وبقينا زي الفل والحمد لله ما فيش اي مشاكل. انا والله العظيم ما عايز قنوات ولا عايز اي حاجه، ربنا سترها معايا.
اعيش. انا الحمد لله بجتهد على نفسي، عملت القناه من الصفر وبجتهد على نفسي، وحلمنا بال 500,000 والحمد لله وصلنا لهم، وكلكم شفتم قد ايه احنا كنا فرحانين بال 500,000، والحمد لله ربنا كرمنا وزدنا بطريقه كبيره جدا وقربنا نوصل من المليون، وحلمنا ان احنا نوصل للمليون. وعملت المسابقه عشان تكون رد جميل ليكم، لان انتوا بجد ما تعرفوش قد ايه الفرحه اللي احنا بنوصل لها لما بنوصل لرقم زي ده. فانا شغال على نفسي، والاء ربنا يبارك فيها يا رب مش سايباني وواقفه جنبي وبتجتهد معايا، والحمد لله شغالين على نفسنا. فانا مش محتاج قنوات ولا محتاج اي حاجه. الحاجه لما بتبقى انت عامل فيها مجهود وباذل فيها مجهود دي بتبقى لها طعم تاني خالص. فانا اديتهم القناه، مش عايز اي قنوات ولا عايز اي حاجه، وخلاص احنا اتراضينا خالص، مفيش اي مشاكل. وزي ما قلت لكم احنا مفيش بينا اي ماديات ولا في اي حاجه خالص، مفيش حاجه تربطنا ببعض، عشان ما حدش يفكر ان ايه ان الخلافات ديت مبنيه على اختلاف فلوس ولا حاجه. فخلاص كده احنا المفروض ان احنا اتراضينا، يسكت يا سيبنا بقى في اللي احنا فيه. كنا بنمر بفتره صعبه جدا، الاء كانت نفسيتها تعبانه، وده كان سبب غيابنا الفتره ديت. الاء كانت بتنام معيطه وتصحى معيطه، تنام معيطه وتصحى معيطه، صعبانه عليها نفسها. يعني انت مش شايفني خالص يا عم، انت مستقل باهلي ليه؟ انا مش وحشه، انا ما عملتش فيك حاجه وحشه، انت قابلتني مره واحده ما شفتش مني حاجه وحشه. مش اللي هو احنا كل يوم مثلا رايحين جايين على بعض فانت شفت مني حاجه وحشه، انت ما شفتش مني حاجه وحشه، بتعمل معايا كده. راح هو بقى راح مزود الفولت علشان خلاص خد المعلومه ومشي من هنا، وعارف ان الاء الحامل جديد ولا حامل قديم. هو كان الاول بيتكلم على انها حامل جديد، وكان بيراهن على 15/6، كان كل اللي بيتكلم فيه 15/6. بعد ما جه عندي هنا غير بقى فكره خالص، بقى قال لك ل 15/6 ولا 20/20. نزل بقى بتلقيحاته اللي عمال ينزلها واهاناته. فطبعا انا كنت معرف نسايبي وقال لهم ان اوعوا تتكلموا في اي حاجه خالص، علشان خاطر انا عارف ان هو عايز يشيلهم غلط، عايز يشيلهم ان هم اللي عمالين يتكلموا. يعني هو من النوع اللي هو ايه ينكشهم وبعد كده يرجع يبين للناس يقول لهم ده هم بيتكلموا عايزين مشاهدات، يعمل له مخالفه. عمل مخالفه، يعني انتم عمل مخالفه لنسيبي وانا حلتها له الحمد لله، وفضلت وراه قلت له والله العظيم يا محمد لو القناه اتقفلت اقسم بالله لا اعمل لك انا قناه واخبرها لك عنها كمان، بس ما تعملش اي حاجه، لان انت لو عملت عليه فيديو هيمسك فيك انت ويسيب اصل المشكله. قلت له ما تتدخلش انت خالص وما تعملش اي حاجه، ولو القناه اتقفلت خالص انا هعمل لك غيرها. والحمد لله قدرت ان انا اسيطر على الوضع، ولا اي حد حس بالمخالفه خالص. هو بس اكتفى ان هو نزل منتدى بيبقى عايز يستفز الواحد ويقعد يضغط عليه لحد ما يخرج اسوأ ما فيه، علشان الناس هي اللي تشاور عليه والناس تقول الشخص ده وحش. هو ده اسلوبه وده اللي انا فاهمه منه كويس جدا، لان انا حافظه، انا حافظ تركيبته. ولكن بقى اللي خلاه هو ان هو يقعد يدوس عليا يدوس عليا يدوس عليا عشان هو متاكد من المعلومه اللي معاه، مفيش حمل. محمد كده هيتفضح قدام الدنيا كلها ومش هيعرف يفتح الكاميرا بعد كده ويبص في وش الناس. يا عم الحاج انا ايه مشكلتي؟ انا مش ببرر اللي انا عملته، ولكن الكذبه اللي انا كدبتها ما تستاهلش وما تساويش اللي انت بتعمله معايا. وانا واحد غريب؟ ده انت حولت نفسك لقناه نقد. اقسم بالله انا لو بقيت انزل وانا بهرش كده ينزل يرد عليا. ده مركز معايا لدرجه وهو في المصيف سايب مصيافه وقاعد مركز معايا. بني ادم اقسم بالله بجد ربنا يهديه، ربنا يهديه لنفسه، علشان بجد والله بيضر نفسه، وكل دوت هيلف ويعود عليه هو. بغض النظر عن كل اللي مراته بتعمله في الكواليس، عمري ما طلعت في مره بكلمه، لان انا بفهم في الاصول كويس. انا ما ينفعش اتكلم على مراته لان ده عيب، ده عيب ليا ويسيء ليا ويسيء للمجتمع كله. انت حضرتك ذنبك ايه ولا ذنبك ايه ولا ابنك ذنبه ايه ان يشوف واحد بالاسلوب دوت طلع بيغلط في مرات اخوه؟ انا لو عملت كده يبقى انا بنقل ايه للناس؟ انا بنقل ايه للناس؟ وهو ماسك لي دايما على طول ان انا بنصحه وان انا خايف عليه. خايف عليا ايه يا عم؟ خايف عليا ايه؟ ده انت بتفضحني. ده انت لو خايف عليا انت لحد النهارده الناس كلها داخله الفيديو دوت اهوت ومستنيه فلوج الولاده على انه فلوج الولاده. ما كانش حد يعرف اي حاجه خالص لولا ان هو اللي طلع وفضحني، لولا اللي هو استلمني ومسكني وقعد يتسلى عليا انا ومراتي. والله العظيم انا ما ببرر اي حاجه في الغلطه اللي انا عملتها، انا متاكد وعارف ومقدر حجم غلطتي. وعلى فكره قعدتي قدامكم دلوقتي وانا بتكلم وبعترف لكم بالغلطه كده بكل اللي حصل ده على فكره مش بالسهل عليا وانا ندمان عليه، ولكن بجد اللي حصل دوت انا واجعني اكتر من ان انا كدبت. انا ما شافش مني حاجه وحشه، انا ما شافش مني غير كل خير. بس برجع اقول الحمد لله لعله خير، ربنا بيبقى عايز يقوينا وعايز يعلمنا حاجات جديده في الدنيا. فالحمد لله الشدائد والمحن اللي احنا بنمر بيها دي هي اللي بتخلي مخنا ينمو ويكبر ونظرنا يشوف ابعد. فالحمد لله الحمد لله. اتمنى ان انتم ما تكونوش زعلانين مني، واتمنى ان انتم تكونوا قدرتوا موقفي، وانا حكيت لكم كل حاجه بما يرضي الله من اولها لاخرها باللي ليا واللي عليا. ولو هو هيطلع يتكلم بحاجه تاني بعد اذنكم يا جماعه ما تستنوش مني رد. انا لو هو هيطلع يتكلم وعايز يكذبني ينشر المكالمه، انا مكتفي بان هو ينشر المكالمه كامله من اولها لاخرها والمكالمه معايا.
معايا المكالمه معايا لو هو حرف فيها او منتج فيها او غير فيها، انا هضطر ان انا انشرها لكم واللي يحصل يحصل بقى. لكن هو لو ما نشرش المكالمه وعمال يتكلم ويلت ويعجن، انا مش هرد عليه. واتمنى ان انا اكون رديت عليكم يا جماعه في كل النقط اللي انتوا عايزين تعرفوها، وعرفتكم الحلقه المفقوده في الموضوع ده كله من اوله لاخره. ويستنوا ان شاء الله مننا الفيديوهات الحلوه اللي جايه اللي انتوا بتحبوها. انا مصور لكم رده فعل حمايه لما شاف تليم بعد غياب 10 شهور، اول حفيده عنده في العيله. ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتعجبكم جدا 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 وهتفرحوا بيها. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، عايزين نوصل لمليون. وبعد اذنكم مش عايزين نفتح بقى في الموضوع ده تاني، انتوا كده عرفتوا كل حاجه من اولها لاخرها، وانا مش هرد عليه في اي حاجه ينزلها غير ان هو لو نزل بس المكالمه اهلا وسهلا، نزل حاجه تانيه مع نفسه بقى ربنا يهديه بقى لنفسه. وشكرا واسف لو طولت عليكم ومع السلامه.